الله علينا بالعادة عليكم زي الاغاني الوطنيه، الاغاني الدينيه، وهنستمع ايضا لحاجات نفسيه. كان معانا فرقه صاعده وعايده بقياده شريف عزت. احنا دايما بنتقابل معاهم في المناسبات السعيده والجميله، وبنحاول دايما نشوف معاهم ايه انجازاتهم واخر نجاحاتهم. اهلا بيك يا استاذ شريف يعني، واهلا بيكم كلكم، كلكم طيبين. ودايما بنتقابل معاكم في مناسبات وطنيه دينيه، يعني الحمد لله ان احنا لحقنا معاكم في قرابه يوم العيد. كل سنه وانتم طيبين. وكابتن واستاذ شريف، عايزك في البدايه بقى تعرفني بالفريق بقى والفرقه الجميله اللي احنا بنقول دايما صاعده واعده، وبنتمنى باذن الله نشوفها في كل المجالات بقى المرحله القادمه ان شاء الله على المستوى الدولي. نبتدي بقى فرقه شباب مصر. طبعا عايز اقول حاجه برضه نفس بسرعه برضه، هم لسه كانوا مشتركين في مهرجان اسكندريه السينمائي وعملوا جو جميل جدا. في الافتتاح ولا في لا، تاني يوم بقى، تاني يوم الخميس. عملوا جو جميل جدا. والفرقه دي كانت لسه برضه عامله احتفاليه كبيره جدا في نادي الجمارك برضه 6 اكتوبر، وكنا كبيره من تونس برضه. الشباب اللي هو سنهم صغير دول، ايه طبعا اصوات الجميله عندي، روان، نورهان برضه، بسنت، احمد، خالد، محمد ابراهيم، احمد خميس، ابو الدهب، ومصطفى. في طبعا الجميل بتاعنا باسل، وثلاث اخوات طبعا عشان اعرف حضرتك. بس باينين يعني. بس العازف كمان شاطر جدا. الاثنين توائم النهارده، ايه حظنا مع التوائم. يعني التوائم واضح ان هم موهوبين في كل المجالات. مروان وادهم بقى عازف اورج وجيتار ان شاء الله. جميل. دي الفريق بتاعنا ده ربعه كمان. حد نسيناه طيب او حاجه؟ خالد قاعد ورا مش واخدين بالنا. اهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين. نقول طيب اخر حاجه عملتوها قبل ما نبتدي نسمع في اي يعني غير بقى المهرجان وغير الجمارك اللي اشتركتوا فيها في حاجه؟ هو الفريق الاول شباب مصر تبع مديريه الشباب والرياضه. طبعا ولازم احيي وكيل الوزاره عندنا الدكتور عمرو شوقي بجد، لان هو يمكن سبب وجود الفرقه دي والشغل اللي حصل ده كله، المهرجان كل ده الدكتور عمرو شوقي بصراحه، فانا بحييه. هو اللي استعان بيكم طبعا هو الراعي الرسمي يعتبر للفرقه. هو اللي عامل كل حاجه معانا بصراحه. يمكن هي عندنا مديريه الشباب والرياضه دي رياضه مش وزاره الثقافه يعني كنا لازم نضيف المقدمه كمان مناسبه فنيه كمان، يعني نقول مناسبه دينيه ومناسبه وطنيه ومناسبه فنيه. مهرجان اسكندريه السينمائي هم اللي عملوا ختام فيه يعني. فانا عايز برضه احييه برضه عن طريق البرنامج هنا، واشكره جدا طبعا. وزيرنا الباشمهندس خالد عبد العزيز برضه ليه بصمه مع الولاد دول. فالناس دي بجد يعني من الناس اللي وقفت مع الفرقه، وسميناها شباب مصر عشان هم بيحبوا مصر. دي اجمل حاجه. طب نبتدي نقول ايه؟ هنبتدي اول حاجه لمصر الاول. اول حاجه تدوها لمصر كتير كده وتر ان شاء الله نفكركم في 6 اكتوبر. يلا بينا. يا اسم مبلول الخلود، يا
بصراحه عايزه اعرف الاحساس الرائع ده جالهم منين؟ ده جيل جديد كله ما حضرش الاغاني دي، ما حضرش احنا اللي احنا حسينا بيه ايام 73. الجيل ده بيتكلم وبيغني باحساس غريب جدا كانه فعلا عاش كل اللحظات دي. ورده بيغنوا لها بقوه، بنات وما شاء الله، شاديه، كل الاحساس ده جالهم اتنقل لهم ازاي؟ احنا كمان بندي يعني احنا مش بنعلم مزيكا وغنى بس طبعا، لا بدون كمان عندهم شخصيه. ومصر دي اهم حاجه في حياتنا كلها، يعني ان شاء الله مصر بتمر بظروف هتعديها ان شاء الله تبقى احسن من الاول ان شاء الله. هم بيحبوا البلد دي، يعني الشباب ده كله بجد والله. حتى مش احنا لما بنسافر بره، او احنا سافرنا السعوديه طبعا، وسافرت انا عمان وسافرت الامارات، بيدوا نبذه جميله جدا عن مصر برضه. هم عندهم الحماس، هم برضه يقولوا لك اسالي اي حد منهم، عايزين تساليهم برضه تقول لهم، هم يقولوا لك نسمع. شوف اي حد عايز يتكلم فيك يقول بقى. محمد ابراهيم ايوه اتكلم عن مصر عشان ده بيحب مصر قوي. لا كلهم اكيد بيحبوا مصر، كل واحد بيحبها بطريقته طبعا. لا هو طبعا كله بيحب مصر، بس هي حته الاحساس. انا عايزه اعرف الاحساس انتوا جبتوه منين دلوقتي وانتوا بتغنوا كده؟ يعني شيء اساسي في الغنى احساس، اي حاجه. يعني مصر هي اصلا يعني لازم نحس بيها، ولازم نحس بالغنى اللي بنغنيه لها. اي حاجه من شرط، مش شرط مصر بس، يعني في الغنى كمان مش شرط مصر مثلا ان احنا نحس بيه، في اي غنى لازم نحس بيه. طيب اي كلام لازم يتقال. انقلوا لنا بقى احاسيسكم تاني، عايزين الوقت كله بيقولوا لي هناك مش عايزين كلام، عايزين نسمع النهارده. هنسمعك حاجه فمش عايزين وقت ان احنا نتكلم. حاجه جديده ام الدنيا. مصر مكان ما بروح وياها، هي الغاية وهي الغاية. مصر مكان ما بروح وياها، هي الغاية وهي الغاية. إيد أحرارها في إيد أزهرها، فنها ربط المعنى. مصر حكاية حب وطيبة ولا حكاية عشق عجيبة؟ مصر حكاية حب وطيبة ولا حكاية عشق عجيبة؟ مصر صبية نبية أبية قد الدنيا عز حبيبة. أم الدنيا قد الدنيا، شعب العزة في أرض النصر. كلمة حب تقول الدنيا، هي دي مصر يا عشاق مصر. أم الدنيا قد الدنيا، شعب العزة في أرض النصر. كلمة حب تقول الدنيا، هي دي مصر يا عشاق مصر. مهما يكون الزمن الصعب نقدر نمشي طريق الحب. مهما يكون الزمن الصعب نقدر نمشي طريق الحب. ينده شعب ينبي الجيش، ينده جيش وينبي الشعب. وقت أذان المغرب سامع الأجراس بتقول للجامع. وقت أذان المغرب سامع الأجراس بتقول للجامع. عيسى بيصوم مع سيدنا محمد، رد على اللي في أرضها طامع. أم الدنيا اسمعها انسان وتعلم، بتسلم الكون ضحكتها وعمرها في الحرب ما بتسلم. ام الدنيا ما بتتكلم، اسمعها انسان وتعلم، بتسلم الكون ضحكتها وعمرها
هي دي مصر اللي بنعرفها، ربك في كتابه مشرفها. هي دي مصر اللي بنعرفها، ربك في كتابه مشرفها، ومحدش يقدر يظلمها بعد ما رب العلا انصفها. غالية بكل ما فيها، كل العالم يحلم بيها. الدنيا ماضي وحاضر قد الدنيا لو نبنيها. هي الغالية بكل ما فيها، كل العالم يحلم بيها. الدنيا ماضي وحاضر قد الدنيا لو نبنيها. هي دي مصر اللي بنعشقها، نور الدنيا ابتدى بضيائها. هي دي مصر اللي بنعشقها، نور الدنيا ابتدى بضيائها. كتبت للأجيال دستورها، والأحجار كانت أوراقها. شعب العزة في أرض النصر، كلمة حب تقول للدنيا هي دي مصر يا عشاق مصر. أم الدنيا قد الدنيا، شعب العزة في أرض النصر، كلمة حب تقول للدنيا هي دي مصر يا عشاق مصر. أم الدنيا قد الدنيا، شعب العزة في أرض النصر، كلمة حب تقول للدنيا هي دي مصر يا عشاق مصر. جميل قوي قوي. عايزه اتكلم عن الفرقه نفسها كلها. المجموعه دي بقى لها قد ايه مع بعض في شريف؟ هي الفرقه مثلا قولي كده بقى لها بتاع 12 سنه. دول بقى لهم مع بعض قولي 5 6 سنين 7 سنين. حد في احلال وتبديل؟ حد طبعا طبعا في خالد جديد. في مجموعات طبعا. في مجموعات طبعا، في مجموعات كمان معانا ما جاتش قديمه طبعا. بس دول يعتبروا قدام جدا في الفرقه عندي يعني. دول قدام. بنقول على اي اساس بتختار لهم الحفله؟ يعني مين اللي بيبقى معاك، ولا كل المجموعه بتخرج معاك في الحفلات؟ كل مجموعه طبعا. لا يعني لبسنا وعندنا الزي بتاعنا طبعا واللبس بتاعنا. مجموعه في 30 بنت و 30 شاب وشاب يعني عندنا بالموسيقيين طبعا. ودول اصغر موسيقيين عندنا الجمال، دول الثلاثه اللي ورا دول كمان. فاحنا بنخرج كلنا مع بعض من حفلات. مثلا المديريه بتبعتنا في حفلات بتجيلنا خاصه، ناس بتطلبنا مثلا حاجه زي كده. الدكتور عمرو شوقي دلوقتي الحمد لله حافظ اسكندريه بيعتبر فرقه المديريه دي من الفرقه الاولى عنده يعني. مثل اسكندريه طبعا. طبعا الحمد لله يعني. في وزاره الثقافه عندنا احنا، وفي وزاره الشباب. بقت المديريه دلوقتي مديريه الشباب والرياضه اللي هي عن الرياضه، بقت الناحيه الفنيه عندها اعلى كمان الحمد لله يعني. احنا دايما اصلا بنتكلم على الفرق يعني دايما من نجاحها ان هم بيبقوا مجموعه مع بعض. اول ما يبتدوا ينفصلوا واحد يقول هيغني واحد وكده بتبتدي خلاص الفرقه يعني ما بتبقاش بقوتها وبنجاحها. فدايما بنقول ان نجاحكم على فكره في ان انتم مجموعه مع بعض. بالظبط كده. دايما كان احنا بنقول انا بقول لهم بصراحه. كمان مستر شريف بيعلمنا ان مش غنى بس يعني. بيبقى ازاي بقى ان لو حد طلع غنى احنا نقف معاه حتى لو مش هغني مش مهم. بس ازاي انه لو انتوا عمل جماعي على فكره. لازم كلكم تحسوا بده جماعي يعني، مش كواحد بس طلع يغني او واحد بس. الحمد لله انا حاسه ان ما عندهمش النزعه اللي هي ان الانسان كله انا ان انا بعد كده فيما بعد ما تبقاش خطوه يا جماعه. ما تحطوهاش دي خطوه ان انتوا توثقوا بعد كده، زي ما شفنا فرق كتير قوي للاسف ما نجحتش بسبب ان هم انفصلوا عن بعض. لا احنا الميزه اللي عندنا يعني الحب ده اساس كل حاجه في الدنيا. عشان حضرتك يعني احنا الحب ده اهم حاجه عندي. انا مترابط معاهم عشان الحب، انا عايش معاهم بالحب. يعني انا حتى دايما اقول لهم انا مش ظابط مباحث عليكم يعني. تلاقي دايما يمثلوا لا احنا اصحاب واخوات واصدقاء ونهزر ونضحك في المعسكرات ونطلع نعمل معسكرات بره، بنعمل جو جميل جدا مع بعض. بس وقت الشغل خلاص بننسى بقى. طب نسمع حاجه تانية برضو عشان ما نديش وقت. في اوبريت جميل جدا، كلمات الشعر جميل جدا اللي هو برضو ليه معانا استاذ نجا انس. اسمه هنغني الثوره، كلمات والحان المبدع عمرو زكي. اتمنى يعجب حضرتك يعني ان شاء الله. نسمع بقى اتفضل. طبعا الاوبريت ده دخل بطوله دوليه يعني او ان شاء الله يعني، ولسه ما نعرفش المركز بتاعه. كان معمول في القاهره طبعا. فيمكن اول مره نقول في اسكندريه ان شاء الله. اتمنى يعجب حضرتك يعني. طب الحمد لله ان انتوا يعني سبتوا لنا حاجه زي دي نسمعها الاول. يلا بينا. هنغني للثورة اليوم عشان
كتير الثوار أبطال أحرار مصر بريئة وخيرها كتير مشكلة مين الآه دول مسكين راس الدولة الشكوى تبقى لله لو للعبد هتبقى مثلا هنغني للثورة اليوم عشان بكرة ما هي مصرنا اتولدت علشان تعيش حرة. مين يتقل خاينين مين بقى خلى الدم بيجري اللي يخون المصريين عمره ما هيكون اصلا مصري. مش شهداء يلي دموعك غالية على مصرنا وعليا يا نور ضيق وشموعك وتعلن على النصر قوي. هنغني للثورة اليوم عشان بكرة ما هي مصرنا اتولدت علشان تعيش حرة. الحق بيعرف اصحابه واللي نهبته راجع راجع مهما الذل فرح بشباب واكيد في الاخر ضاع. النار الهادية تسوينا حولنا طريق وبيخلصوا هم علينا واحدة واحدة بالبطيء. عالنار الهادية تسوينا وتحملنا أي طريق وبيخلصوا هم علينا واحدة واحدة وبالبطيء. هنغني للثورة اليوم عشان بكرة ما هي مصرنا اتولدت علشان تعيش حرة. الشعب مالوش في الدنيا مثيل حدده هو ايده مصيره اللي خطف على ارض النيل يشرب لي منه من خيره. بنصدقهم على طول لو قالوا خلصنا قضية ضحكوا علينا كتير بحلول كانت بس حلول وقتية. هنغني للثورة اليوم عشان بكرة ما هي مصرنا اتولدت علشان تعيش حرة. مين يكتم حسات او حسي ولا يفكر يدرعنا مهما يكون ماسك في الكرسي هنبيعه قبل ما هيبيعنا. بحلم اشوفك على طول حرة من كل اللي اتفقوا عليكي ناس من جوا وناس من برا جم واندسوا يدمروا فيكي. هنغني للثورة اليوم عشان بكرة ما هي مصرنا اتولدت علشان تعيش حرة. طولي بالك حبة يا مصر صبرك احنا امنا بيه قادرة المية تشق الصخر لما هتجري بقوة عليك. قالوا علينا النهار فاكرين عمايلهم قلبنا ده محدش فينا خواف بنخاف بس من اللي خالق. هنغني للثورة اليوم عشان بكرة ما هي مصرنا اتولدت علشان تعيش حرة. هنغني للثورة اليوم عشان بكرة ما هي مصرنا اتولدت علشان تعيش حرة. جميل قوي، سلم ايديكم. عايزه اتكلم على الاغاني الوطنيه والاغاني الدينيه واختلافهم. انت بتختار الاصوات على اساس ايه؟ يعني لما بتحس ان في اغنيه وطنيه او اغنيه دينيه، هل بيبقى في اختيار مختلف من الديني طبعا للوطني؟ طبعا
وكل واحده لها شخصيه وكل شاب من دول شخصيه في صوته. انا بختار الحاجه اللي تليق على الموضوع. يعني مثلا اغنيه رومانسيه بقى في صوت عندي عارف ان ده بتاع الرومانسي، بس هي قويه جدا، عايز صوت قوي، اختار الصوت القوي. الوطني عايز حماس وصوت قوي وعايز احساس كمان عالي جدا. هل بتعتمد على الشباب اكتر في الوطني ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. لا الاثنين بصراحه ما اقدرش استغنى. هم في ما بينهم حاله مع بعض كلهم، يعني قارين بعض. وكمان انتوا حضرتك تشوفوهم على البيست غير ما تشوفوهم في التلفزيون كمان. بيعملوا جو جميل جدا. يعني احنا عايزين نسمعك حاجه برضو. طب عايزين نسمع حاجه دينيه بمناسبه برضو عيد الاضحى، يعني لو في حاجه نسمعك حتى لو حاجه بسيطه. طب ادينا كورد الري كده بس. حر كله حر. حلو قوي. كنت عايزه اتكلم على الاصوات عموما، يعني بنقول على اساس ايه مثلا بتختار دويتو، بتختار مونو، بتختار واحد يغني فردي؟ مين اللي ممكن مثلا بتحس ان هو يبتدي الاول بدايه فردي، ولا كل مره بيتبدل حد؟ لا احنا كلنا بنتبدل، بس عايز اقول حاجه. احنا فينا مثلا في حفله بيبقى عايز صوت معين انا فيها، مش عندي مثلا ده احلى صوت عندي اطلعه الاول، ما عنديش الحته دي يعني. ما عندناش في الفرق الحته دي خالص. عندنا ان الحفله دي عايزه ايه النهارده، مين نبدا بيه النهارده. يعني ممكن يبقى احلى صوت عندي اطلعه في النص، اطلعه في الاخر. لان في بقى مثلا زي محمد ابراهيم يعني هنا الفرقه دي ما فيش مثلا فيها صناعه نجم او صناعه؟ عندنا طبعا، عندنا في ناس اتخرجوا من عندنا والحمد لله نجوم دلوقتي. كان عندنا كتير في هبه اسماعيل في الاوبرا، نجمه الاوبرا هبه اسماعيل دلوقتي موجوده في الاوبرا دلوقتي. وعندي ناس في القاهره في طبعا. احنا بصي الفرقه بتاعتنا دي يعني ان شاء الله ما بسيبش حد غير ما يطلع القاهره. وعندنا شركه انتاج موجوده معانا، موجوده حاليا دلوقتي ان شاء الله. يعني في 10 من الولاد عندنا شبه هيمضوا مع شركه انتاج ان شاء الله. هنا عندنا اصوات كمان صغيره وعندهم طموح كمان. هي مشكلتنا بس الدراسه بتبقى في كليات، في مثلا روان ثانويه عامه. في هل بيبقى في تنسيق بينكم وبين التعليم وبين التدريبات، بين السفريات؟ ايه عايز تقولي حاجه؟ في لود عليكي؟ في تنسيق؟ لا في تأليس. طبعا ده مشكلتها والله. يمكن بجيب اخدها بالعافيه كمان عشان هي ثانويه عامه السنه دي. وفي ايه ممكن تكون هي بس في سفريات كده بيبقى لازم ايه يعني. السفريات بتبقى صعبه. بنسافر ولازم بنأجل مثلا شويه مش عارف ايه. يعني مين اللي بيجي على الثاني؟ هي اللي بتسافر ولا هي ولا انتوا اللي بتقعدوا؟ لا احنا بنسافر. هم اولاد امور صحابنا يعني اصدقائنا، بس ساعات هم بيزعلوهم فبيجي علينا احنا يعني. مش بيذاكروا كتير يعني، فاهم قصدي؟ انت عارفه الجيل الجميل ده اللي طالع عن المذاكره دي يعني مش اهم حاجه عنده. هي دي مثلا ايه، اتفقنا خميس وجمعه تبقى معانا يعني. ما بتذاكرش غير خميس وجمعه يعني. طول الاسبوع تقعد وتذاكر خميس وجمعه بس، اللي هم يومين البروفات. سمع الاتهام بيقول لك ما تذاكرش غير خميس وجمعه اللي هو وقت التدريبات. انا بذاكر لا على ايه؟ على ايه؟ طب انا عايزه اسال الفرقه دي محتاجه تكاليف، محتاجه صرف عليها، ولا هي بتبقى يعني
يعني تكلفه سفريات ورحلات ويعني نقول التدريبات هو اللي بيصرف بصراحه مديريه وزاره الشباب عندنا، يمكن مديريه الشباب والرياضه، بس احنا ممكن ما عندناش امكانيات زي وزاره الثقافه. طبعا انت عارف احنا رياضه، ما فيش بند للفلوس اللي بتصرف على فريق المزيكا، بتطلع حاجات كده من بيطلعوها لنا يعني. انما وزاره الثقافه هي اصلا الغنى والتمثيل والفنون الشعبيه ده الاساسي عندهم، بيطلعوا ملايين فلوس يعني على قد ما بنقدر والله. بس يعني رحلاتكم الخارجيه او الداخليه كل وزاره الشباب، وزاره الشباب والمديريه عندنا في اسكندريه، والاقامات والسفريات كله احنا عندنا اماكن جميله جدا في الاقصر، بيوت شباب خطيره جدا عالميه يعني الوزاره عاملاها عندنا بصراحه. وعندنا في بورسعيد، فكل ده بيطلع اقامه كامله على حساب الوزاره، اكل وشرب وفسح وكل حاجه، وغنى في الاخر طبعا. وغنى في الاخر طبعا. هم كانوا في الاقصر لازم يكونوا مستريحين نفسيا عشان يقدروا يأدوا، يعني لازم يكون مكان جميل وسفريه حلوه وفي بروجرام حلو. هم بيتمتعوا يعني، اقول لك قدامهم بيتفسحوا، لازم يتمتعوا عشان يمتعوا الجمهور طبعا. كانوا في الاقصر هم وعاشوا 10 ايام في الجو. لهم طبعا الاقصر دي يعني اماكن السياحيه الجميله، جميل ان انتوا تعملوا فيها رحلات وحفلات عشان تبقى تسويق. تنشيط سياحي. وبعدين يكتب اي بلد بكار. طب جميل ان انتوا تبقى من خططكم ان انتوا تعملوا تنشيط سياحه. قعدنا 10 ايام ان هي تنشيط السياحه، كل مثلا كل يومين حفله في معبد، في حاجه نعمل تنشيط سياحي. محمد عمل شغل جميل. لان محمد احنا عايزين نسمعك حاجه محمد نعناع جميل، حاجه كده نطلعك بره. طب نسمع فعلا حاجه فرديه. محمد سمعنا حاجه فرديه. ازاي انا هختار حاجه نعناع جميل حاجه نسمع بره الوطن. وتسلم الايه دي. انا ان شاء الله، عشان انا عارف مدام منال طلبها مننا عشان نروح كلنا نقفل لها بيها عشان نطلعوا كلنا. مدام منال الاعداد عايزها. هنقولها لها ان شاء الله. يلا بينا نعناع جميل. قالت لي بريدك يا ولد عني، تعدوق العسل سائل على فمي، على مهلك علي ما بحمل الضمي، على مهلك علي ده انا حيلت ابوي وامي. شجرة مزدهرة ضلت على عيدها، على عالجنينة المسجد في حيدها، شجرة مزدهرة ضلت على عيدها، في عشق البنات كنت بابي ترميلي وجه عجلات وبندريون، قدمت شكوتي لحاكم الخرطوم أجل جلستي لما القيامة تقوم، نعناع عالجنينة المسجد في حيطها، شجرة مزدهرة ضلت على عيدها. يوم طلت علينا بيدها النعمات، قلت نعم انت واربع خمس نعمات، نعم عود ذهب 33 دار، ما عينا رأت ما وردت على بكار، يوم طلت علينا الكل وجع والسكر، سكتت بالحليب لا بينت الأعمار، على عالجنينة المسجد في حيطة،
شجر المزدهر ضل الأعداء عيدا. جميل قوي قوي. يعني كل واحده كده يعني سريعا كده تقول لي مثلها الاعلى مين اللي تحب تبقى زيها؟ امي بالنسبه للفنانين يعني مين الصوت اللي تحبي تبقي انت يعني باذن الله في المستقبل زي؟ بالنسبه للفنانين طبعا ام كلثوم، بس ما حدش هيوصل لها يعني، المايك كان بيتعلق فوق. طيب مثلك الاعلى ممكن يكون انا بحب امل ماهر جدا. جميل قوي. الحمد لله ان في فرصه برضو قريبه الجيل الجديد ده لسه يعني بالنسبه لي. فايزه احمد. فايزه احمد بحبها جدا. شيرين عبد الوهاب. حلو قوي. قديم وجديد قديم وجديد. بالنسبه له الشباب بقى انا بحب مصر. حلو قوي. كل فنانينها بقى. ايوه في حد بالنسبه لكم له يعني مثل اعلى فنان؟ حاسه كده محمد منير معرفش صح؟ نفس اللون بتاعه. بحب لونه، بحب عامل حاله كده هو الوحيد اللي فيها يعني. مفيش حد بيعرف مثلا يغني اغاني صعبه قوي. صعبه قوي. صعبه محمد منير. صعبه. محمد منير اغاني صعبه. حاجه ثانيه. وفيها حاجه مش هو يعني مش كتير اللي عاملينها، واللي حاول يدخلها اصلا يعني لا صعوبه. صعب. بالنسبه لكم ايه؟ انا اي حد يعني طلع من اسكندريه كده نفسي ابقى زيه. هو بيحب عزت عوض الله عشان هو اسكندراني. انحاز بقى اسكندريه، انحاز اسكندريه واهل اسكندريه. ابو الدهب مدحت صالح بقى. مدحت صالح وخالد سليم. عايش. طيب تحبوا يعني اخر حاجه هتبقى بالنسبه لنا حاجه وطنيه ولا دينيه تحبوا مدام منال عشان بس طلعنا من التلفزيون. منال فريق الاعداد عايز حاجه. تسلم الايادي. طيب لا ماشي يلا 4 مني دي مثلا كوره.